باشا النادي الاهلي بقراره امبارح قفلها قدام الكل بالضبه والمفتاح، خلصت. قال لك انا مش هطلع اي لاعب تاني للاحتراف، خلصت عشان مش كل شويه حد يطلع يقول لك اصل امام عاشور هيمشي من النادي الاهلي، اصل مصطفى شوبير هيمشي من النادي الاهلي، اصل امام عاشور مطلوب للاحتراف في امريكا او في الدوري السعودي او في الدوري الاماراتي او ايا يكن يعني، اصل ياسر ابراهيم خارج احتراف برضه، اصل لا، النادي الاهلي يا باشا علشان بقى يسكت الكلام ده كله عمل ايه؟ طلع لك بقرار امبارح وقال لك انا مش هخرج اي لاعب تاني للاحتراف. مصطفى شوبير على فكره جاله عرض قريب من الدوري الدنماركي، هذا العرض كان ما يعديش ال 2 مليون دولار، فصعب اصلا ان مصطفى شوبير نفسه يوافق. ثم عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان النادي الاهلي شايف ان مصطفى شوبير ابن الاسطوره الكابتن احمد شوبير لو ساب النادي الاهلي مصطفى شوبير ده في خطر على الفرقه. ليه؟ لان انا عايز امن نفسي. مصطفى شوبير مهم في النادي الاهلي، مهم جدا جدا جدا، عايز امن نفسي. وامام عاشور وجوده مهم، وياسر ابراهيم وجوده مهم، وجودهم مهم جدا جدا جدا، وعملوا شغل عالي جدا مع منتخب مصر في كاس العالم. فانا ما اقدرش اخرج العناصر المهمه دي. فالنادي الاهلي بقى علشان القيل والقال طلع لك يا باشا قرار وقال لك مفيش اي لاعب هخرجه للاحتراف، علشان الوكلاء، علشان الأندية المهتمة، علشان خاطر برضو القيل والقال على السوشيال ميديا، علشان خاطر برضو أي حد بيفكر، أو علشان برضو اللعيبة اللي بتقف كل شوية مع كابتن سيد عبد الحفيظ أصل أنا جاي لي عرض من الدوري الكذا، أصل أنا جاي لي عرض من الدوري الكذا. لا يا باشا، النادي الأهلي نزل لك قرار وقال لك يا بيه أنا مش هخرج أي لاعب للاحتراف. صدقوني أنا اتبسطت جدا جدا من القرار ده، اتبسطت جدا جدا. ليه؟ لان الاهلي كده بيقفل بالضبه والمفتاح الباب قدام الجميع، بيقفل الباب بالضبه والمفتاح قدام الجميع، وقدام اي نادي بيفكر، وقدام اي نادي بيفكر ان هو يدخل يبعت ايميل رسمي او يتفاوض بخصوص مثلا امام عاشور او ياسر ابراهيم او مصطفى شوبير او اي لاعب. انا مش هستغنى عن اي لاعب اخرجه احتراف. خلصنا. انا دلوقتي داخل على ماتشات وديه، داخل على مباراه مع برشلونه، داخل على الدوري. انا دلوقتي في فتره مهمه لازم اركز فيها. انا مش هفضل بقى اركز مع مين هيمشي ومش عارف ايه. طب دوت ليه علاقه بالصفقات؟ لا، ده حاجه والصفقات حاجه تانية خالص. انا بكلمك في حته ان لاعب يطلع احتراف. خلاص الاهلي قفل الباب دوت علشان لو نادي مهتم او اي وكيل بيفكر، لا خلاص يا باشا الموضوع خلصان نهائيا. طيب عايز اقول لك ان محمود صلاح مضى للاهلي، لاعب غزل المحله، مضى للنادي الاهلي 5 سنين. محمود صلاح مضى مع النادي الاهلي 5 سنين، واللاعب مبسوط وطاير من الفرحه، واللاعب اهلاوي، واللاعب يا بيه ايه اهلاوي، واللاعب يرغب وبشده، كان بيرغب جدا وبشده ان هو يلعب للنادي الاهلي، وقال لك انا عايز العب للنادي الاهلي وماليش. واي حد يتمنى يلعب للنادي الاهلي يا جماعه، هو الاهلي شويه اي حد. فالكابتن سيد عبد الحفيظ خلص كل حاجه، واللاعب مضى للنادي الاهلي 5 سنوات، وان شاء الله باذن الله ينور النادي الاهلي قريب. طيب اشرف داري بقى، وركز معايا، ركز معايا لان موضوع اشرف داري محتاج تركيز جدا جدا جدا. اشرف داري يا جماعه مستر الحسين عموته عايزه يروح معسكر اسبانيا. مستر الحسين عموته عايز اشرف داري يروح لمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا. ومستر الحسين عموته قال لمجلس اداره النادي الاهلي وللكابتن وائل جمعه وللكابتن سيد عبد الحفيظ وكده، يعني قال لهم يا جماعه انا شايف ان اللاعب ده كويس وامكانياته كويسه جدا، هو بس محتاج يركز اكتر، واللاعب كويس جدا وانا ما عنديش مشكله ان هو يستمر معايا. طيب هو الاهلي علشان يتخلص من اشرف داري عشان يمشيه، اشرف داري عايز كام؟ 500,000 دولار. 500,000 دولار ويمشي، يديله 500,000 دولار ويتكل على الله. ولكن مستر الحسين عموته قال ما عنديش مشكله ان اشرف داري يكمل معايا. اشرف داري لاعب كويس جدا جدا جدا،
وانا شايف ان هو لو جه هعمل معاه شغل كويس قوي 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 وهيتطور، واللاعب امكانياته كويسه وهو لاعب عنده خبرات في المباريات الكبيره والكلام ده كله. فكابتن الحسين عموته شكر جامد جدا في اشرف داري. ولكن انا بقول لك علشان النادي الاهلي يمشي اشرف داري، فالنادي الاهلي عايز يدفع، او اشرف داري عايز $500,000. $500,000 ويمشي ويحل عنك. خلاص. طيب هتسألني عن وجهة نظري، شوف المدرب، اسمع كلام المدرب، اسمع كلام المدرب، اسمع كلام المدرب وشوف هيعمل ايه مع مستر الحسين عمودة. هيعمل ايه خلي بالك، هو النادي الاهلي مش هيدفع هذا المبلغ، يعني مش هيدفع $500,000. ولكن انا بقول لك يعني ما تحاولش دلوقتي تمشي في بيع. اسمع كلام المدرب، اسمع كلام المدرب. لما نشوف مستر حسين عمودة جايز يطلع منه حاجة ما كناش نتوقعها، جايز. فمستر حسين عمودة معجب جدا جدا باشرف داري، وقال لك انا ما عنديش اي مشكله ان هو يستمر معايا في الفريق. طيب عبد المنعم، حصل تواصل مع عبد المنعم. ايه يا عبد المنعم، في جديد؟ انا عايز اكمل في اوروبا. طيب في حد عرض عليك؟ بيراميدز. بيراميدز عايزين عبد المنعم. بيراميدز ايه يا فندم؟ عايزين عبد المنعم. طب هل عبد المنعم ممكن في يوم من الايام نشوفه بتشيرت بيراميدز؟ خدها مني، خدها من الغلبان اللي قدامك دوت. عبد المنعم مش هتشوفه بيلعب لأي حد في الدوري المصري غير للنادي الأهلي. نقطة. نقطة. خدها مني، خدها مني وانت مطمن يا بيه. عبد المنعم مش هتشوفه لا بيلعب لبيراميدز ولا بيلعب لأي فريق في الدوري غير للنادي الأهلي. يعني عبد المنعم لو متربس دماغه ان هو يرجع للنادي الأهلي، فهو عشان عايز يكمل بره. فهو عشان عايز يكمل فين؟ بره، سواء في اوروبا او في الخليج، اوكي مش مشكله. لكن ان عبد المنعم يجي ويلبس تيشيرت بيراميدز والكلام ده كله، لا مش هتلاقيه موجود، لا مش هتلاقيه موجود. عبد المنعم في الدوري المصري مش هيلبس اي تيشيرت غير تيشيرت النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي صابر شويه كمان مع عبد المنعم. النادي الاهلي صابر شويه كمان مع عبد المنعم، لما نشوف اخرتها عم عبد المنعم. خلاص. ولكن هو عبد المنعم يقول لك انا لحد دلوقتي، لحد اللحظه دي ممكن يحصل جديد بكره، ده وارد بنسبه كبيره جدا جدا. ولكن انا بكلمك حتى اللحظه دي، حتى اللحظه دي عبد المنعم عايز يكمل في اوروبا. حتى اللحظه دي بيراميدز عايزين عبد المنعم، وعايز اقول لك ان عبد المنعم مش هيلعب لبيراميدز. اشوفك على خير عزيزي المشاهد في فيديو قادم جديد باخبار جديده للنادي الاهلي. السلام عليكم.